ازيكم يا جماعة؟ معاكم مهندس أحمد من قناة حليم وتك. النهاردة هنتكلم عن برنامج حرفيا الناس كلها بتدور عليه وكلنا بنكون محتاجينه جدا، وأكتر حاجة بتلففنا حوالين نفسنا فعلا في شغل الصيانات. طبعا للناس اللي هي مش محترفين أو الناس المبتدئين، هي تعريفات الجهاز من بعد ما بيحط ويندوز. طيب انت حطيت ويندوز النهاردة، في تعريفات للجهاز، تعريف كارت شاشة، تعريف كارت صوت، تعريف اللان، التعريفات دي كلها. احيانا في بعض الويندوز لما بتيجي تنزله مش بيعرف اصلا الجهاز التعريفات دي، فبالتالي انت بتحتاج تجيب تعريفات. فلو ما عندكش طبعا انترنت ومش عارف تجيب التعريفات ازاي، طبعا دي هتبقى مشكله كبيره، ان هتلاقي الويندوز معاك مثلا مش بيقبل يشغل العاب، مش بينزل، مش بيفتح انترنت، مفيش صوت. طيب النهارده بقى انا جاي لكم على برنامج حرفيا تحفه. انا النهارده الويندوز دي مثلا قربت تبوظ، وشايف ان انا التعريفات بتاعتها مش معايا وهتسوح فيها. فالبرنامج ده هنمشي مع بعض خطوة خطوة كده، وركزوا معايا كويس قوي في كل حاجة احنا بنعملها فيه، عشان حرفيا البرنامج ده هيساعدنا وهيفيدنا جدا في موضوع التعريفات جدا جدا. طيب اول حاجة بعملها، ادي البرنامج اهو، انا عندي منه اصدار اللي هو ال20. البرنامج ده طبعا كامل، كراكد وكل حاجة، كل حاجة طبعا هسيبها لكم في صندوق الوصف، اللينك بتاع التحميلات. هنسطب البرنامج، هنفتح اللي هو الفيرجن 20 ده. طبعا يا جماعة قبل ما نسطب اي حاجة هنقفل برنامج الانتي فيروس ده برضو. ليه؟ لان في بعض الابلكيشنز وبعض البرامج الانتي فيروس بيفهمها على ان دي فيروس. هي بس كل الفكره ان هي بتفتح احيانا بورتات، فالانتي فيروس بيشوف ان ده غلط، لكن مش معنى كده ان هي فيها فيروس. طيب انا بفتح البرنامج بسطبه، اوكي. بنسطبه بنفس الطريقه والخطوات اللي انا بعملها دي كده. طبعا انا عشان بس كنت مسطبه قبل كده وشيلته عشان خاطر اعرفكم الطريقه. فاحنا كده خلاص، هو اوريدي احنا سطبنا يعتبر البرنامج. بنسيبه بس بيخلص الحاجات دي، بيحمل بعض الملفات من على النت. هو كده خلص، انا هشيل التشيك مارك من هنا ومش هخليه يفتح، بدوس فينش. الملفين دول، ملف الباتش وملف الجينيوس ده، هاخدهم الاتنين كوبي واحطهم جوه الفايل ده. هفتح الفولدر ده كده، كليك يمين بيست، وهقول له اوكي كونتينيو. كده هو حط الملفين. طيب تالت حاجه بقى، انا عندي السيريال نمبر اهو. ومهم جدا ان انا قبل ما احط السيريال نمبر ده افصل الانترنت عن الجهاز، يا اما اشيل الكابل، يا اما هتعمله زي ما انا ما بعمل كده، واخش على الايثرنت وهقول له change device setting، اسف change adapter options، واعمل دي disable. كده انا قفلت كارت اللان، فبالتالي كده كارت النت عندي فصل. طيب انا هفتح بقى البرنامج من بره، دي واجهة افتتاحية البرنامج. هقول له enter license code. طيب لو انا فضلت سايب النت مفتوح، اللايسنس كود ده مش هيقرا، فبالتالي مش هيتكرك خالص البرنامج. اقول له ريجستر، قال لي ثانك يو. خلاص كده البرنامج كده اتكرك وكده مفتوح معايا في كل الخدمات بتاعته. كده اقدر بقى اشغل انتي فيروس عادي، اشغل الانترنت عادي، هعمل اللي انا عايزه، مفيش مشكله. طيب تعالوا بقى نقول لك هنشتغل على البرنامج ازاي. انا عندي البرنامج ده، هدخل على كلمه درايفر باك اب. انا عندي طبعا درايفر ابديت، ده بيدور على الابديت بتاع التعريفات، اخر ابديت بينزله. الباك اب اللي احنا هنعمله دلوقتي هنشتغل عليه، ده الريستور مش هنحتاجه قوي، والكلين اب برضو مش هنحتاج الحاجات دي دلوقتي. انا كل اللي انا هشتغل عليه بس الباك اب. هخش على درايفر باك اب، هيفضل يقرا كل التعريفات بتاعه الجهاز كده دلوقتي زي ما انتم شايفين. طيب هو دلوقتي جايب لي التعريفات دي، الحاجات اللي انا بستخدمها تلقائي دلوقتي، ودي كل التعريفات بتاعه الويندوز. انا الاشمل بالنسبه لي باخد كل تعريفات الويندوز اللي هي الاوريجينال ويندوز، باخد دي كلها بعلم عليها تشيك مارك من فوق كده زي ما انتم شايفين. ده بيجيب لي كل الحاجه، بلس كمان ان انا باخد اللي هي الكرنت يوزد درايفرز اللي هي اللي فوق دي برضه. ممكن تاخد اللي فوق بس، هي اللي فوق بس اللي انا ضايفهم كتعريفات، وممكن تاخد اللي فوق واللي تحت. انا مش هاخد اللي تحت، انا هاخد اللي فوق بس، وهقول له نيكست. طيب تعالوا بقى هنا، انا دلوقتي لو اخترت دي هيحط لي التعريفات في فايل، والفايل ده هبقى انا بسطب منه التعريف او بجيب منه تعريف مانيوال. انا مش عايز كده، انا عايزها اوتوماتيك، مجرد ما ادوس على فايل واحد يتسطبوا لي. في كذا خيار، ممكن ان انا اعمل فايل زي ده ملف مضغوط، واللي تحت برضه نفس الكلام،
والاخر اختيار بقى هو اللي انا بحبه جدا وبفضله ومقرب الى قلبي صراحه، اللي هو الاوتو انستليشن. هختاره، وهختار المكان اللي انا عايز فيه الملف بتاعي. مثلا انا هختار في الديسكتوب، وهقول له سيف، وهقول له نيكست. طيب كده هو بيعمل ايه؟ كده هو بياخد باك اب من كل التعريفات اللي عندي وبيحطها في ملف واحد، بحيث ان انا هقدر اسطب الملف ده تسطيب عادي زيه زي اي برنامج، وهقدر احط التعريفات بصورة سريعة جدا وطبيعية جدا، ومفيهاش اي ضرر في الويندوز اصلا خالص، بل بالعكس انا خدت التعريفات الاوريجينال اللي انا اوريدي شغال بيها يعني عن تجربة. طيب دلوقتي الملف اهو مثلا اتعمل، انا عشان كنت عامله قبل كده فانا هسيبه يخلص دوت وانا هوريكم انا شرح على الملف ده. الملف ده اهو اتعمل. كل اللي عليا ان انا هيقطع لي بالشكل ده، هدوس عليه كليكتين شمال فهيفتح. استنى عليه لما يحمل عشان يقرا بس الملفات التعريفات اللي في البرنامج. طيب كده هو فتح. كده بصوا بقى، انا كده ظاهر لي كل التعريفات اللي انا كنت واخدها في الملف اللي انا زي اللي انا خدته. كل اللي عليا ان انا هختار تعريف ايه اللي انا عايزه وتعريف ايه اللي انا مش عايزه. يعني مثلا ده تعريف كارت شاشه انا عايزه، تعريف كارت الصوت انا عايزه. لو انا كارت صوت عندي شغال مش هحتاج ان انا اعرفه، لكن لو مش شغال هحتاج ان انا اعرفه. نفس الكلام الكارت شاشه بعد ما اخلص الويندوز، ايه اللي مش متعرف كارت شاشه خلاص هعمل تشيك على كارت شاشه، اعمل تشيك على كارت الصوت وادوس ستارت ريستور. بس ده كده كل اللي انا بحتاجه في ان انا اسطب التعريف. حرفيا مفيش اسهل من كده. حرفيا البرنامج ده مفيد جدا يا جماعه، وانا تعبت فعلا عشان اجيبه. وبرنامج هو من زمان جدا، بس انا جايب الابديت بتاعه اللي موجود دلوقتي. وكراكد كمان، يعني مش مقفول على خدمات معينه، لان طبعا هو مش كراكد. بينزل لك بيعمل لك الحاجات دي، بس مش بيعملها لك بالشكل ده. بيعملها لك التعريفات في فايل وانت بتعرف انت بعد كده مانيوال، لكن طبعا الاسهل بالنسبه لنا ان هي يكون اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. طيب ده بالنسبه للتعريف. البرنامج التعريفات برنامج سحب التعريفات. طيب لو في اي استفسار بخصوص البرنامج ده يا جماعه تقدروا تكتبوا لي في التعليقات. وطبعا ده حرفيا برنامج مفيد جدا ومفيش حد يقدر يستغنى عنه. وانا ان شاء الله هسيب لكم لينك التحميل بتاع البرنامج كراكد كامل في صندوق الديسكربشن ان شاء الله. كان معكم مهندس احمد من قناه حليم تك. متنسوش اللايك الاشتراك والشير طبعا كتير على قد ما تقدروا. شكرا ليكم والى اللقاء.